السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا، قناة قراءة أسرار وحكايات. النهاردة يا جماعة هكلمكم على السلطان حسين كامل. السلطان حسين كامل ده اتظلم في التاريخ، وفي نفس الوقت ده اللي أنهى الحكم العثماني في مصر. إزاي؟ هنعرف في حلقتنا النهاردة. اتولد السلطان حسين كامل في 19 صفر 1270 هجرية، و21 نوفمبر 1853 ميلادية. تولى حكم مصر فترة 1914 ل 1917، يعني 3 سنين كانت مدة ولايته. كان ميلاد السلطان حسين كامل في عهد ولاية عباس باشا الأول. أبوه الخديوي إسماعيل معروف طبعا، وأبوه قبل ما يتولى الحكم كان ساعتها بيشغل منصب رئيس مجلس الأحكام الأعلى في حكم ولاية سعيد باشا. ساعتها الخديوي إسماعيل أنشأ مدرسة لتعليم الأمراء والأعيان بسرايا المنيل، وتعلم ولاده الثلاثة اللي هم أبناء الخديوي إسماعيل: توفيق باشا، وحسن باشا، وحسين كامل. ولما بدأ يتعلم فيها كان عمره ساعتها 8 سنين. كان تعليمه الأول فيها تعلم القراءة والكتابة واللغات، ولما أظهر الذكاء والنباهة بتاعته أبوه كان مأهله إن هو يبقى ولي العهد. الخديوي إسماعيل لما تولى الحكم نقل المدرسة دي في القلعة، وأقام فيها السلطان حسين كامل. وسنة 1868 سافر لفرنسا وبدأ يتعلم فيها، وأقام فيها في بلاط نابليون الثالث. ولما رجع في مصر رجع مع افتتاح قناة السويس. كان مرافق ومترجم للإمبراطورة أوجينيو، كان سنه صغير ساعتها. ولما تولى أخوه توفيق، كان أخوه توفيق كان بيغير منه، لأن أبو خديوي إسماعيل كان عايز يأهل السلطان حسين كامل إن هو اللي يتولى الحكم، لأن هو كان أكثر ذكاء وأكثر علما. إنما توفيق كان أبوه، كان أمه من عامة الشعب، يعني بيقولوا عليها فلاحة، يعني واخد بالك. بعد كده خديوي توفيق همش دوره شوية، يعني خلاه يستقبل بعض الملوك زي ولي عهد بريطانيا كان ادوارد السابع، كان قبل ما يبقى ملك انجلترا راح استقبله. وبعد كده قابل ولي عهد روسيا القيصر نيكولا الثاني. فكان همش دوره كده. لكن بعد كده، بعد وفاة توفيق، وتولى بعد كده ابنه الخديوي عباس حلمي الثاني، بدأ دوره يكبر شوية، انه تولى منصب مفتش عام الإقليمين، الوجهين البحري والإبلي. وتولى وزارة الأشغال العمومية ومجلس شورى القوانين، وتولى الجهادية. كان ما شاء الله شعلة نشاط. بعد كده لما تولى حكم مصر تولاها في أحلك الظروف من تاريخ مصر، فترة الحرب العالمية الأولى، وساعتها بريطانيا أعلنت الحماية على مصر. وهو لما تولى حكم مصر تولاها بمشكلة كبيرة. ليه؟ الخديوي عباس حلمي الثاني كان معترف به من السلطنة العثمانية، لأنه كان علاقته حلوة بالسلطنة العثمانية، وكان همزة الوصل بينهم مصطفى كامل باشا اللي هو الزعيم الوطني. لما اتعزل السلطنة العثمانية لم تعترف بسلطان، بريطانيا ساعتها نكاية في الدولة العثمانية أعلنته سلطانا على مصر، يعني هو زي سلطان، زي السلطان الدولة العثمانية. لما تولى السلطنة في مصر أنقذ البلاد، دي من أعماله بقى، أنقذ البلاد من فيضان النيل باتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين الجسور وتقويتها. أول من أنشأ السكك الحديدية واللي ربطت بحلوان بالعاصمة اللي هي القاهرة. أول من أنشأ المعارض الزراعية. المعارض الزراعية فضلت موجودة لغاية الملك فاروق، وكان بطلها أيام الملك فاروق الشبراويشي اللي هو بتاع العطور، وكان بيكسبها في الأول. بعد كده السلطان حسين كامل عمل مكافآت لتفوق الطلاب المتفوقين، مما أدى لحدة التنافس العلمي،
وارتفاع مستوى التعليم، وأسس مدارس للأطفال عسكرية. أول ما حاكم مصري تضرب النقود باسمه بعد ما السلطنة العثمانية زي ما قلنا لم تعترف بيه، فبقى فيه نقود باسمه وانتهى الحكم العثماني في مصر. معروف عن السلطان حسين كامل انه اتجوز 2: عين الحياة في بداية حياته، وبعديها السلطان ملك جشم أفت، ودي معروفة انها كانت في شهر رمضان، كانت مسمينها ام المحسنين، بتوزع صدقات كتيرة قوي، يعني وزعت معظم ثروتها على الصدقات، وكانت ست كويسة جدا يعني. ولاده الأمير كمال الدين حسين، الأميرة قزمة حسين، الأميرة كميلة حسين، الأمير أحمد نظيم بيك، أميرة أدرية حسين. أدرية حسين دي قصة تانية بقى، ليها مؤلفات وبتاع، لكن أشهر مؤلفاتها شهيرات العالم الإسلامي، ودي هتلاقي كتبها على الويكيبيديا مشهورة يعني. الأميرة سميحة حسين، الأميرة بديعة حسين. توفى السلطان حسين كامل يوم 9 أكتوبر سنة 1917، ودفن في مسجد الرفاعي. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.